ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس. اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو اللي فات كلمتكم عن المنتجات الكوريه اللي انا بحبها جدا وارشحها لكم. في الفيديو ده هقول لكم على منتجات كوريه برضه هي مش وحشه، بس هي مش احسن حاجه ان انتوا تحوشوا فلوس عشان تشتروها. فهقول لكم عليها كلها وليه هي كانت برغم انها مش وحشه يعني شغاله، الا اني بقول لكم لا، استنوا وفروا فلوسكم وروحوا اشتروا منتجات من اللي انا رشحتها في الفيديو اللي فات احسن، واسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الميزه في المنتجات اللي انا رشحتها في الفيديو اللي فات ده انها كوريه وحلوه ومتوفره وسعرها يعتبر في الفئه السعريه المتوسطه. بمعنى زي ما احنا مثلا بنجيب حاجات مستورده فيها دروج ستور وهاي اند، انا رشحت لكم حاجات شويه قريبه من الدروج ستور بتاع كوريا مثلا، او حاجات هاي اند بس مش ما كانتش كتير قوي من ضمن الحاجات يعني اللي انا جربتها. ففي الفيديو ده خلينا نتكلم عن الحاجات اللي ما كانتش قد كده. فلو انتم مهتمين شوفوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبدا باول منتج، وهو السان سكرين بتاع فورم ستي اللي هي بالهيالورونيك اسيد دي. هم عندهم انواع كتيره قوي، وانا قلت لكم في الفيديو اللي فات عن الانواع اللي انا بحبها وبرشحها. بس انا حاسه ان بتاع الهيالورونيك اسيد ده برغم ان هو فيه هيدرونيك اسيد ومفروض يرطب وكده، الا انه في الاخر سان سكرين عادي، بل بالعكس هو توزيعه على البشره اصلا صعب. يعني بعد ما بتيجي تفرديه بتحسي ان انت بتاخدي وقت شويه عشان تفرديه. هو مش وحش بس هو مش احسن سان سكرين تجربيه. السبب ان انت هتروحي تدفعي فيه نفس الثمن اللي هتدفعيه في السان سكرينز التانية اللي انا رشحتها قبل كده. ف يعني ليه اجيب حاجه مش عارفه استخدمها كده وانا مرتاحه ومحتاجه اندي بشرتي شويه عشان يتفرد، ومهما اتفرد لسه بيمتص بالراحه. لا لا لا، بصوا الاحسن حوشوا فلوسكم وروحوا اشتروا اي نوع تاني من فورم ستي برضو، لانهم عندهم انواع كتير مختلفه، بس مش كل نوع بيشتغل زي النوع التاني يعني. خليني يعني اقول على المنتج اللي بعده، وهو برضو من فورم ستي، وهو الهاند كريم بتاعهم. ويعني هو عباره عن هاند كريم جل كده. عارفين لما تيجوا ترطبوا حاجه يعني ايديكوا تبقى عايزه تترطب، وانتوا تيجوا ترطبوا ايديكوا بحاجه قوامها جل قوي لدرجه ان انتوا حاسين ان انتوا بلا ترطيب. فبصراحه من الحاجات اللي انا ما حبيتهاش خالص. يمكن الناس الوحيده اللي ممكن شويه تحبه هي الناس اللي ايديها بتعرق. لو انت ايدك بتنزل بقى عرق من عند الكفوف كده ممكن يعجبك، لكن انا بالنسبه لي مستحيل ان انا اشتريه تاني. ما كانش احسن هاند كريم خالص. هم عندهم انواع تانية برضو، بس انا بتكلم عن النوع اللي انا شخصيا جربته، معرفش الانواع التانية حلوه ولا لا. الحاجه اللي بعد كده وهي السامبل بتاعه سوبر هايلورون، وده عباره عن براند سيرم يعني، وهم منزلين سامبل صغيره وبتتباع عندنا هنا في مصر. هي رخيصه جدا على فكره، ب 10 جنيه وكده و15 جنيه، ممكن تلاقيها ب 20 جنيه على حسب هتلاقيها بكام. بس هي يعني مش مفيده قوي كده. يعني انت مش هتلحقي تشوفي حاجه خزعبليه من السامبل دي، وما تشتريهاش غير لو انت عايزه تقرري انت هتشتري السيرم نفسه ولا لا. انا بالنسبه لي كازيز كان السيرم نفسه عادي كويس كاستخدام. لو انا مثلا يعني المره الوحيده اللي استخدمته فيها كان عشان مثلا اللي هو عندي ايفنت بعد كده سواء فرح او غيره وبستخدمه، والموضوع بينتهي على كده، بتخلص في مره مرتين وملهوش لازمه قوي. فلو انت مش ناويه ان انتي تجيبي السيرم الكبير ما تشتريهوش، يعني مش هتستفادي حاجه قوي. روحي بالفلوس دي اشتري شيت ماسك احسن وهيديكي نفس النتيجه وزي الفل على كده. الحاجه اللي بعد كده هو الووتر بانك من لانيش. بصوا المنتج ده مش وحش خالص، بالعكس هو حلو وبيعوض شويه فكره نقص الترطيب ونقص الميه وكده. بس خليني اقول ان هو عادي. يعني عارفين لما تروحوا تدفعوا فلوس كتيره قوي 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 في منتج هو في الاخر هيرطب وشكوا مش هيعمل اي حاجه زياده؟ فلا، المنتج سعره غالي جدا، سعره 1000 وحاجه، فلا محدش يشتريه. واحنا عندنا حاجات كتير قوي ممكن ترطب بشرتك. انت لو جبتي اي مرطب كويس فيها هيالورونيك اسيد عموما هيديكي نفس النتيجه، فلا، وانا بالنسبه لي لا. الحاجه اللي بعد كده من لانيش برضو هو السليبنج كريم بتاعهم، وده برضو يعتبر حلو وحبيته، بس غالي قوي وما بيعملش اي حاجه زياده غير ان هو بيرطب. يعني هتدفعي فلوس كتيره قوي في منتج بيرطب البشره وبس. هل هو بيشتغل على اي حاجه في البشره نفسها؟ لا، مهما تسوق له باي شكل من الاشكال هو كل اللي هيعمله ان هو هيديكي ترطيب وبس. ودي حاجه ممكن تاخديها من اي كريم مرطب كويس انت هتشتريه، او اي حاجه فيها هيالورونيك اسيد، او اي حاجه فيها سيرامايد، عادي جدا. واتكلمنا عن منتجات زي كده كتير قوي قوي، وهسيب لكم في الديسكربشن بوكس عن مرطبات البشره اللي انا جربتها، وكمان سعرها اقل من 100 جنيه يعني. المنتج اللي بعد كده وهو
الهاند كريم بتاع توني مولي، وهو شبه الموزه كده وشكله كيوت جدا ولذيذ جدا، بس في نفس الوقت عادي جدا جدا، ما يستاهلش بصراحه الفلوس. مش حاسه ان دي حاجه الواحد يستحق ان هي تدفع فيها فلوس وتحوشه لها. هو شكله كيوت وكل حاجه، بس فستك قوي. اي هاند كريم ممكن يعمل اللي هو بيعمله وزياده كمان. الحاجه اللي بعد كده وهو الكريم المرطب بتاع اليوجن ياسين. واللي عارف قناتي هيبقى عارف كتير قوي ان انا بتكلم عن السيرم بتاعهم وقد ايه انا بحبه، ورشحته كمان في الفيديو اللي فات بتاع ترشيحاتي المنتجات الكوريه. بس عندي مشكله رهيبه مع الكريم المرطب بتاعهم، ان هو مش هيعمل حاجه. هو المفروض المجموعه دي بتستهدف البشره اللي عايزه تفتيح وعايزه نضاره وعايزه ان انتي تفتحي بشرتك في العموم، سواء من اثار الشمس او لو عندك دارك سبوتس او كده. فهو غالي قوي غالي قوي قوي دلوقتي. فلو انتي هتستثمري فلوسك ارجوكي اوعي تشتري الكريم ده، روحي اشتري السيرم على طول. انا كنت شاريه الاثنين ساعتها وكنت فاكره بقى ان انا هاخد كومبو بقى جامد قوي، بس الكريم بجد عادي جدا، مش احسن حاجه تصرفي فيها فلوسك خالص. وانا كنت جربت حاجات كتير قوي من سون باي مي عموما، فذكرت يعني الحاجات اللي عجبتني في الفيديو اللي فات، فمتنسوش تشوفوا في صندوق الوصف. الحاجه اللي بعد كده واللي ما عجبتنيش وحاسه انها فلوس في الارض هو الليب ماسك ده. كان سعره غالي، ما كانش رخيص، هو اقل من 100 جنيه بس ستيل غالي. هو مجرد ماسك كده بتحطيه على شفايفك عادي قوي، ما بيعملش اي حاجه خزعبليه خالص، مش هيفرق بشفايفك في اي حاجه. ولو انت حد اصلا مش بيهتم بشفايفه اصلا مش هيكون حلو نهائي. فانا شايفه ان انا عشان ادفع كل الفلوس دي في حاجه ارطب بيها شفايفي في وقت لحظي وتترمي ملهاش اي 30 لازمه. وقلت لكم على ليب ماسك ارخص 1000 مره ب 15 جنيه في الفيديو اللي فات، لكن ده اي كلام قوي. فانا شايفه وفري فلوس وروحي اشتري ليب بالم على طول واعتني بشفايفك على طول يعني. وانا كنت قلت لكم برده في الفيديو اللي فات عن ليب سليبنج ماسك خطير خطير خطير، قلت لكم نوعين الصراحه اخطر من بعض، وفار فلوسكم روحوا اشتروهم على طول. الحاجه اللي بعد كده وهي كل الغسولات بتاعه فارم ستاي. بصوا الغسولات بتاعتهم حلوه وبتنور البشره ولذيذه وبتنظف حلوه قوي، هي جميله جدا بجد. وانا كتير قوي رشحت لكم ان انتوا تشتروا حاجات من عندهم في الغسولات وكده. بس دلوقتي سعرها غالي قوي يا جماعه، سعره غالي قوي على ان انا ادفع 300 جنيه في الغسول ده، وهو في الاخر مش خطير، اللي هو بيعمل بقى حاجه يعني جديده في البشره. يعني هو من الاخر مش بيفتح، اللي هو يعني لو انا هصرف فلوس على منتج تفتيح مش هيكون غسول، هروح اشتري منتج تفتيح كريم ولا سيرم ولا اي حاجه بالسعر ده اروح افتح بيه بشرتي. بالنسبه للتنظيف احنا عندنا غسولات في مصر هنا رخيصه وبتنظف وبتعمل كل حاجه. وانا كنت عامله لكم فيديو كامل ازاي نستخدم الغسول بتاعنا بشكل صح عشان ناخد منه احسن نتيجه، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وكمان قلت لكم على ترشيحات كميه غسولات بالهبل احسن من ده بكتير جدا، احسن من كل غسولات فارم ستاي دي بكتير جدا. المنتج اللي بعد كده وهو الثوزنج جel سبراي من تريشا، وهو كويس مش وحش، بس انا مش هشتريه تاني. السبب ان هو كل اللي بيعمله هو فس كده بيرطب البشره كانه سيرم او تونر مثلا، وبعد كده تروحي مرطبه بالكريم بتاعك. ممكن تستخدميه كذا استخدام وكل حاجه، بس كلهم استخدامات بيعملها الكريم المرطب بالظبط. فلو انتي بتحوشي عشان تشتري لا ما تتخدعيش، ما تشتريش ده، برغم ان هو بجد بجد مش وحش، هو فعلا حلو. بس يعني انا دايما بقول لو انتي حد في ظل الظروف دي بيحوش عشان يشتري حاجه، ولما بشوف الاسعار مؤخرا، يعني انا لما جبته زمان الشجره كنت جايباه ب 100 وحاجه، دلوقتي سعره تقريبا وصل 300 جنيه، بشوف اسعار غريبه كده. فاللي هو لا يعني انت ما تستاهلش كل الفلوس دي، فلا وفروا الفلوس دي وروحوا اشتروا بيها حاجه مفيده اكتر للبشره يعني. فده برضو اذا نو فور مي بصراحه يعني. الحاجه اللي بعد كده وهي كل المرطبات الجل بتاعه فارم ستاي وتريشا واي نوع مرطب شكله كده اللي بيبقى على هيئه جل ده، هما مش وحشين، بس بجد يا جماعه هقول لكم حاجات من وجهه نظري، هما مملين قوي في الاستخدام لانهم ما بيخلصوش، هما كتير جدا، العلبه ضخمه جدا، وترطيبهم ما ينفعش معاكي غير في الصيف بس، في الشتاء مش هتنبسطي بيهم خالص. تستخدميهم الصبح بس مش هتستخدميهم بالليل لان هما جل. عارفين لما تحسوا ان انتوا جبتوا مرطب هيقعد معاكم كتير قوي وصرفتوا فيه كتير قوي، فاللي هو تبقي محشوره كده، عارفين اللي هو كانك اتحشرتي في منتج انت لا عارفه تخلصي منه ولا انت عارفه تستخدميه طول السنه. لكن هل هم وحشين؟ لا هم مش وحشين. هل انا بقولك اشتريهم او مش اشتريهمش؟ انا بقولك وجهه نظري، انا ليه مش مقتنعه بيهم قوي مؤخرا.
فعشان كده ما اعرفش يعني، في حاجات يا جماعه زمان لما كانت لسه طالعه قبل ما منتجات كتير تطلع زي دلوقتي كنا بنشوف انها خطيره وتحفه ولازم تشتروها، بس من كتر ما دلوقتي السوق بتاع الكوزماتكس وكمان البراندات المصريه بقت خطيره دلوقتي وفيها حاجات كتير قوي ممكن تشتروها، خلاص بقى الحاجات القديمه دي ما بقتش زي الاول، لا اللي هو طلع حاجات احسن، طلع حاجات احسن. فبالنسبه لي لا، شوفوا حاجه تانية. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع الترشيحات بتاعه المنتجات الكوريه، وكل الفيديوهات اللي انا ذكرتها هسيبها لكم في صندوق الوصف، وهسيب لكم اسماء المنتجات كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اعملوا شير وسبسكرايب وكومنتس وكل حاجه، واشوفكم الفيديو اللي جاي.